السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة كوكب النباتات. ومعانا من جديد الفول الأخضر ومراحل نمو الفول الأخضر وبداية تزهير الفول الأخضر. وده طبعا النبات رقم واحد في الزراعة عندي طبعا، لأن شكله جميل جدا. وطبعا مراحل النمو بعد الزراعة طبعا كانت الري المنتظم والتسميد المنضبط برضه. وانتم طبعا شايفين النمو طبعا، والارتفاع وصل دلوقتي حوالي دخل في 50 سنتي الارتفاع بتاع الفول، لان انا طبعا عزاته او خربشته زي انتم مثلا كل واحد حسب ما يعرف باللغة المنطقة بتاعته، ووضحت له السماد المناسب. فطبعا لما تسمد مرة بدأ التزهير بدأ ان هو يظهر خلاص على النبات، لان خلاص خد من مراحل النمو اشتدت عليه، وبدأ ان هو خلاص دخل في مراحل التزهير. وبعد كده مراحل التزهير دي يجي الاسمار بعدها على طول ان شاء الله. وطبعا الجو برد والدنيا شتاء طبعا، والري لازم يكون بنظام جدا، ما يكونش يعني فيه ري على طول ولا اننا عطش. لابد ان الري يكون بانتظام، ويكون لازم التربة تكون فيها جفاف، وتكون تقبل ان هي تكون عطشانة وتكون عاوزة تشرب. وطبعا الفول ده كان جات له اصابة اللي هي المن الاسمر ورشته. والفول زي ما انتم شايفينه بقى دلوقتي كويس، والشكل العام بتاعه كويس، والورقة بتاعته مفروضة، ما فيهوش اي كرمشة، ما فيهوش اي زبون لعطش اي حاجة. يعني الشكل العام بتاعه كويس. ممكن بعد كده ان شاء الله بعد شوية كده اما الجو يستقر شوية هنبدأ ان احنا نرويه، ونبدأ ان شاء الله نحط له برضو كمان جرعة سماد. انا حطيت له طبعا الهيوميك اسيد عشان يرفع لي درجة خصوبة الارض، واذا كان في نسب املاح تنزل، ويخلي استقبال التربة للاسمدة اللي هي البلدية اللي انا بحطها يكون استقبال كويس، ويساعد على امتصاص الاسمدة اللي انا بحطها. حلقة الهيوميك اسيد انا انصح حضراتكم ان انتوا برضو تشوفوها وتتفرجوا عليها طبعا، الفيديو بتاع الهيوميك اسيد. وده منشط للتربة، وطبعا ومقوي للجذور بتاعة النباتات. والفول طبعا شكله يعني الفرجة على الفول بالذات، لو قلت لكم ان هي لو حد عنده نسبة اكتئاب تروح الفول بالذات. الفول جميل وشكله حلو، وده يعتبر هو النبات الشتوي الاول في شكله وفي جماله. يعني انا لما بطلع عندي على السطح لو قلت لكم اقعد ممكن نص ساعة اقعد ربع ساعة اتفرج بس على الفول ده سبحان الله الشكل بتاعه. لو حد عنده نفسية تعبانة يتفرج على الفول يبقى كويس، لحد عنده اكتئاب مجرد ما يتفرج على الفول يبقى كويس. ده بيعمل استقرار نفسي. الفرجة على الفول بالذات بتعمل استقرار نفسي للشخص. وهو عامة النباتات كلها، زراعة النباتات بتبقى لو حد عنده اكتئاب بتساعد في زوال الاكتئاب. لو حد حاسس بوحدة انصحه ان هو يزرع. حد عنده اكتئاب انصحه ان هو يزرع. النباتات دي موجودة في البيت، والزراعة في البيت دي حاجة جميلة جدا. طبعا احنا طلعنا من موضوعنا ودخلنا في فايدة الزراعة على السطح او في المنزل. انا ما طلعتش ولا حاجة، انا قصدت ان انا اقول لحضراتكم فوائد الزراعة المنزلية. طبعا انا ما طلعتش يعني ولا شريت بالموضوع، لا انا قصدت ان انا اقول لحضراتكم برضو. يعني كلنا بنزرع الزراعة المنزلية دي مش عشان ما عائد اقتصادي او مادي او كلام من دي، ده طبعا ما فيش حاجة خالص اي عائد، بس العائد الوحيد هو العائد النفسي طبعا. فالزراعة المنزلية ده عامل كبير في ان الاكتئاب اللي عند اي شخص او وحدة حاسس بوحدة، او حد كبير في السن، او واحد خلاص بقى على المعاش، ده بيعمل ازالة للوحدة وبيعمل ازالة للألم
وبيخلي الاكتئاب يزول. فطبعا هو احسن علاج للاكتئاب واحسن علاج للوحدة هي الزراعة المنزلية طبعا. ونرجع من جديد للزراعات الشتوية بتاعتنا طبعا. والله انا بحاول يعني ايه، اي نصايح او مجربات بحاول اضيفها طبعا في الحلقة اللي هي بتاعت الفيديو بتاعتنا. يعني عامة لو ما فيهاش افادة مش هتبقى فيها ضرر لحد ان شاء الله. واللي ياخد بتجربتي ياخد، واللي ما ياخدش هو حر طبعا، دي حاجة ترجع له. ودي طبعا الكزبرة، انا عامل حوض كبير للكزبرة طبعا. قلت برضو انا تفقدها كده، برضو حط لها سماد، حطيت لها سماد برضو يوم ما حطيت سماد للفول، ورويتها طبعا. وشكلها طبعا شكلها كويس برضو. دي الكزبرة، بس هي لسه شوية صغيرين، على ان شاء الله ما اعمل لها الفيديو الكامل بتاعها طبعا. لسه مراحل النمو ما اكتملتش 100%. فان شاء الله هعمل لها فيديو، والفيديو ده هيبقى ان شاء الله من اول خدمة التربة وتجهيز القصيص لحد ان شاء الله وقت الحصاد بتاع الكزبرة. الشكل العام بتاعها برضو كويس. والله الفرجة على النباتات دي بتغذي العين وبتغذي الروح، وحاجة جميلة جدا. يا ريت اللي ما جربش ان هو يزرع في المنزل او على السطح يجرب. انا بقول له جرب، جرب. ده علاج للنفس، وعلاج لكل حاجة وحشة في النفس. يعني انت ممكن الا لو قلت لك ان النباتات دي تحتور زي الاصدقاء، تحتبر مثلا فيها شبه شوية من الحيوانات الأليفة. يعني هي بتدي كيمياء للشخص اللي بيتفرج، اللي يكون عنده النباتات دي، تحس ان هو بتديله كيمياء وبتديله روح حلوه وبتديله، يعني بتعمل بتزول الهموم كلها. بانك تختلي بالنباتات كده وتقعد انت والنباتات، تحس ان خلاص الروح بتتغير، والزهق والاكتئاب بيزول. وتحس ان النفسيه بقى خلاص بدات تصفى كده وترجع وتشحن من جديد. يعني كل الهموم اللي بتيجي من المعيشه او اي سبب من اسباب، بتحس ان خلاص الهموم دي كلها بتزول. مجرد القعده مع النباتات او الخدمه للنباتات بتبقى حاجه جميله جدا. ودي طبعا الشطه اللي على السطح دي لحد دلوقتي في الشتاء بتنها تطرح، هاخد منها وتطرح تاني. الشطه دي شطه جميله جدا. وفي شطه اللي قبلها برضو الشطه الهندي. وده النعناع طبعا انا بواليه على طول بالسماد عشان الجو برد، وان البرد ده بيحمر النعناع وينشفه ويخلي العصارة يعني بتقل في النمو بتاع النبات. فالرعاية على طول الشمس والدفا ده لازم يكون بالسماد عشان التربة ترفع فيها الحرارة، والنبات يلاقي جو شبيه للصيف شوية. والسمات هو اللي بيخليه ان شاء الله يخلي الجو مستقر نوعا ما. وطبعا في نصائح بالنسبة للنعناع بالذات. لو عاوز نعناع مستقر على طول وعاوز نعناع في نمو على طول، لابد من التسميد بالسماد البلدي. ولازم الري يكون بنظام جدا، ما يكونش فيه ري كتير عشان ما يعملش حللان للنبات. واحنا عاوزين النبات على طول يكون دافي وفيه طاقة، وهو ده اللي هيخليه ينمو على طول حتى في الشتاء، ويبقى شكله اخضر على طول، ما يبقاش شكله حالل او مصفر او حاجات من دي. وده الفول طبعا، بقيه الفول انا بكتر منه طبعا الفول. ودي طماطم لسه مشتوله قريب طبعا، طماطم شتوي مشتوله قريب. وده الشكل العام للفول برضو. شكل الفول جميل جدا ولو مميز. ودي الطماطم، دي طماطم شيري، دي مشتولة قريب خالص بس هي كبرت. ودي طبعا الفول كله خلاص فيه فول ظهر، ولسه فول لسه بيظهر. وده طبعا المكان ده لسه بيظهر.
ده طبعا البصل الاخضر ان شاء الله عامل زرع قصيص كبير برضه، ولسه برضه مراحل النمو بتاعته لسه بتبدأ. دي بصلة واحدة مطلعة حوالي زي 3 4 بصلات اهو، لسه كده بتشكل. البصلة الكبيرة دي بتشكل. البصل ده شتوي جدا، هو من المحاصيل اللي هي المميزة في الشتاء بالذات. وده برضه في فيديو كامل عنه، بس هيجي في ميعاده برضه وفي وقته، لأن الفيديو أي فيديو من اللي بيتعمل لازم بياخد وقت طويل عشان يكمل، عشان بيبقى مراحل النمو. أنا ممكن أعمل لك فيديو أقول لك أنا بزرع كذا وأجيب قدامك كده وأزرع وأعمل وخلاص، بس مفيش مراحل. وأنا طبعا بحب التفاصيل وما بحبش أوصل يعني معلومة ناقصة، ويمكن ده يكون عيب، هو سلاح ذو حدين. ساعات الفيديوهات تطول ويبقى غصب عني، عشان بحب اوصلك التفاصيل وفي امانه في النقل. وفي ناس بتبقى تقول لك انا مش عاوز الوقت الطويل ده كله. ده التوم طبعا، ده اتعزق قبل كده برضو واتخربش ماشي، وحطيت له سماد برضو، وانتوا شايفين مراحل النمو بتاعته. دي مراحل النمو بتاعت التوم. اي مزروعات اذا كان توم او بصل بيبقى في بدايه الشتاء شويه، في بدايه الساعه تحس ان هو النمو بتاعها ضعيف شويه، بطيء. وده لابد منه، هي في الاول في البرد بتاع اول الشتاء لابد كده، انما بعد كده خلاص النمو بيزيد ويبقى في مراحل خلاص بسرعه، تتنقل بسرعه في النمو. وده فول تاني برضو، انا بكتر من الفول عندي على السطح، في كذا قصيص، وكل فيهم برضو ايه، في بعضهم في فول مع حاجات تانية، مع شجر زي شجر التين الاسباني موجود برضو، ومحمل معاه فول. طبعا اللي ما اشتركش في القناة طبعا يا ريت يشترك، ويا ريت كلنا ندعم القناة عشان القناة تستمر ان شاء الله، وتتن القناة تقدم حلقات مميزة طبعا، ومحتوى يكون لائق للقناة. وكده طبعا نكون وصلنا لآخر الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.